ازيكم وعاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه وشير لو الفيديو عجبكم. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه حرشه مع بعض كده. على فكره هي الساعه 7:30 بالليل دلوقتي يا جماعه، بس هي طلبت معايا كده ان انا عايزه اكل حاجه حرشه، حاجه حرشه وحاجه حراقه. بس ايه هي بقى؟ مسقعه. تعالوا معايا نصلي على النبي ونبتدي ونسمي الله. اول حاجه كده جبنا بتنجانه واحده، هي بتنجانه واحده بس كفايه قوي، بس تكون حجمها كويس. تمام. ونقطعها طبعا، نقطعها. في ناس بتقطعها كده بالطول. تمام. وفي ناس بتقطعها مدوره كده على حسب، بس هي طبعا عشان كبيره فانا قسمتها بالطول. ونقطعها بقى شرايح يكون سمكها مش تخين قوي ومش رفيع قوي. تمام. مش تخين قوي ومش رفيع قوي، يا ريت كلها يبقى سمك واحد. بصوا هي هنا انا حاساها كبيره شويه، فممكن نقسمها كده. وفي ناس انا اعرفها بتعملها مثلا كده كده، وتروح مقطعاها ايه، مكعبات كده. تمام. دي طريقه ودي طريقه، ممكن تقطعيها مكعبات وممكن تخليها كده، وممكن تخليها بالطول شرايح زي ما هي كده، على حسب الصينيه اللي هتعمليها وعلى حسب انتوا يعني في الاكل نظامكم ايه. تمام. هنقطعها مع بعض. هنا كنا خلاص قطعنا البتنجانيه كلها. طبعا المفروض بعد ما بنقطعه بنحطه في اي مصفى، اي مصفى عندك، سلك بلاستيك اي حاجه، بس تكون بس الخرام بتاعتها واسعه شويه. تمام. ونحط عليه بقى ايه، رشه ملح. رشه ملح ونحط تحت المصفى بس اي طبق، علشان خاطر هي بينزل منها ميه. نحط رشه ملح كده ونقلب. تمام. ونحط طبق تحتيها عشان خاطر الميه اللي هتنزل منه عشان ما يفرقعش مننا في الزيت. تمام. ونكمل مع بعض. هنا هعمل معاها ان شاء الله بطاطس مهروسه. بطاطس مهروسه، جبنا حله. تمام. حط فيها دول 3 بطاطسيات انا مقطعاهم مكعبات. تمام. مكعبات بقى كبيره صغيره مربعه مدوره برضو اللي يريحك. ونحط عليهم شويه ميه. انا صراحه بحط عليهم ميه مغليه عشان خاطر بس ما تاخدش وقت على النار كتير. ونولع عليهم. هنعمل بطاطس بيوريه، بس هعملها لك بطريقه حلوه قوي هتعجبك. هي يعني مش اول مره تتعمل، بس انا عن نفسي يعني كنسمه بحبها جدا بالطريقه دي، وبتليق على اي حاجه. خليكم معايا نكمل هنا. نحط بس ايه، سنه ملح على البطاطس وسنه كمون. تمام. ونسيبها بقى ايه لحد ما تغلي، ونشوف هنعمل ايه في المسقعه. هنا حطينا الحله على النار، حطينا فيها شويه زيت. تمام. بس انا الزيت هنا غامق سنه عشان بحط زيت زيتون، انتوا عارفين. انا بحط نقطه صغيره يعني مش كتير عشان ما تغيرش طعم الحاجه. تمام. ونجيب هنا 3 فصوص توم او 4 كبار، مهروسين او مدقوقين، قصدي وايت يعني اللي يريحك. تمام. ونقلب لحد بس ما التومه، يا رب تكونوا شايفين، لحد ما التومه بس تاخد ايه، لون ذهبي فاتح، اول درجات الذهب يا جماعه. ما نسيبهاش صفرة، مش بتبقى حلوه وبتبقى عايمه كده على البتاع الصلصه. تمام. ولو اتحمرت قوي بتمرر، فيعني ايه، خير الامور وسط، خليكي في اول درجات الذهب الفاتح. اول ما تديكي لون ذهبي فاتح كده تنزلي عليها بايه بقى يا ست الكل، بمعلقه خل. في ناس ما بتحطش فيها خل، بس معلقه الخل بتديها في حته تانية. واصلا ريحه الثوم ان هو بيتحمر صراحه حلوه جدا. انا نقلت بس عشان العين التانية كانت واطيه. تمام. خدت يا جماعه اول درجه في درجات الذهب اهو. تمام. يا رب تكونوا شايفين، يعني انا بحاول على قد ما اقدر اقرب الموبايل. نحط بقى ايه يا ست الكل، معلقه خل بس، معلقه واحده. بعد كده نحط صلصه طماطم. دول 5 أو 6 طماطميات وسط، مش صغيرين، ضربهم في الخلاط ومصفيهم طبعا كويس جدا. تمام. بعد كده نحط ملح، كمون طبعا عشان خاطر التوم اللي احنا حاطينه ده.
فلفل اسود بس، مش عايزين اكتر من كده، صدقوني مش هنحتاج اكتر من كده، ومعلقه سكر. تمام. وسوري طبعا عن حطيت بايدي معلقه السكر، بس هو انا نسيت اجيب معلقه صراحه. بس عادي يا جماعه والله العظيم انا ببقى غاسله ايدي وحياه ربنا وكل حاجه، انا عارفه انت عشان بتشوفوني بس سوري يعني، خد بالك. ونقلب وبعد كده نرجع بقى عشان نقلب بتنجان. هنا بقى كنا رجعنا بعد ما الميه نزلت من البتنجان. انا بحط يعني رشه دقيق كده فيه، ببدره كده هنا هنا حبه وهنا حبه كده، مش كتير، عشان خاطر ما بيشربش زيت يا جماعه، وبيطلع البتنجانيه ماسكه نفسها كده مش مهريه، تلاقيها مهريه خالص كده ومش حلوه خالص. بتفرق كتير، في ناس ما بتحطش فقره الدقيق دي، بس هو بيفرق كتير. ما تحطيش كتير يعني، هي رشه دقيق صغيره كده او كيس مثلا، حطي فيه شويه دقيق صغيرين وحطي فيه البتنجان وانفخيه ورجي رجي رجي رجي، هتلاقيه بيتغلف كله في بعضه، وبعد كده انشريه من الدقيق كويس. هنسيبه هنا كده لحد ما الزيت اهو يقدح عشان نقلي في البتنجان. وهنا الصلصه مولعين عليها وموطين. هنا بقى البطاطس كانت خلاص خلصت، اتسلقت كويس جدا. بصوا بقى يا جماعه، هنصلي على النبي، نحط رشه فلفل اسود، رشه صغيره خالص، رشه كمون حلوه كده، تمام، رشه بابريكا، ورشه ملح. يعني الملح بقى على حسب ما انتوا بتحبوه، يعني انا من النوع اللي بحب الملح زياده شويه في الاكل. ونحط حته سمنه بلدي او زبده، يعني لو عندك زبده هيكون حلو جدا، ما عندكيش حطي سمنه بلدي. ونص كوبايه لبن، يا جماعه نص كوبايه لبن، تمام. واهرسي بقى، اهرسي افضلي اهرسي كويس جدا فيها. وهنا البطاطس كنت خلاص، وانا بس عشان الطبق كان صغير هرستها في حته تانية. انا هرستها بالشوكه يا جماعه عادي جدا، وده زيت زيتون حطيته في النص، والله العظيم هتعجبكم جدا جدا جدا، وتحدى اي حد يجربها ما تعجبوش، وهتعجب لو انت عندك طفل كمان اكتر من سنه، هتفرق معاكي جدا لو هو مش بياكل او اي حاجه لو اكلتيها له. بس طبعا تشيلي الفلفل الاسود والبابريكا، رشه ملح بس مش اكتر من كده، وهتعجبكم قوي. وطبق ما بياخدش وقت وينفع في كل الاوقات، فطار غدا عشاء جنب اي حاجه هتمشي. هنا بقى كان الزيت خلاص، نحط بقى البتنجان، نسمي الله كده ونصلي على النبي، ونحط البتنجان كده. وهنا كنا خلصنا كميه البتنجان كلها اهو يا جماعه، مش شارب زيت والله خالص اهو، انتوا شايفينه وزي الفل. هنعمل ايه بقى؟ نصلي على النبي، نرص البتنجان كده، طبعا ارص بايدي يعني ايدي نضيفه ما تقلقوش كده. في ناس بتستخدم بتعمل قصدي المسقعه دي ببصل، بس انا صراحه مش بحب البصل، انا بحبها كده، وكلها اذواق. وبعدين نحط راق فلفل، تمام. انا هنا مش بحمر الفلفل عشان خاطر انا بحب احطها في الفرن تاخد وش كده، وبحب الفلفل بيكون فيه تكه كده، ما بحبوش مستوي 100% او مهري كده في وسط المسقعه، تمام. دي لحمه مفرومه باقيه عندي من اللازانيا، مش هتقول لا مفيش لحمه مفرومه ولا اي حاجه، انا اصلا في العادي مش بحبها على فكره باللحمه المفرومه، بحبها كده. نروح جايبين كده ونحط الصلصه كده، ونحط الصلصه، تمام. رقات، نعملها رقات ونرجع تاني. وهنا بعد ما رصينا البرام اهو، مش عارفه يا رب تكونوا شايفين، وحطينا بس قرنين فلفل على الوش، وبعدين هدخله تحت الشوايه بس ياخد لون بس من فوق كده، ونرجع تاني. وهنا البرام كان الحمد لله طلع اهو من الفرن. بصوا يا جماعه اقسم بالله تحفه، احلى برام مسقعه ممكن تاكلوه في حياتكم. على فكره نسيت اقول لكم ان انا حطيت فلفل حامي وانا برصها يعني، تمام. حلوه قوي هتعجبكم، وجربوها. وان شاء الله استناكم في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا متابعه، تعملوا لايك. ودي بطاطس مهروسه، اكله حلوه جدا تنفع فطار غدا عشاء. صلوا على النبي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير، وبالف هنا وشفا على قلبكم جميعا.